تعالي لي هنا. هو انت ليه علاقاتك بالرجاله ما بتكملش؟ استنيني عشان اوضح لك النقطه دي كويس قوي، ما تبقيش يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. قولي لي بقى يا ست هانم، كم مره دخلتي في علاقه كانت بدايتها مبشره وفجأة بسم الله الرحمن الرحيم لقيتيه اختفى من قبل ما تاخدوا أي خطوة إيجابية في العلاقة؟ كم مرة نزلتي ديت مع حد وضحكتوا واتبسطتوا وعينيكوا فضلت تطلع قلوب، وفجأة يا أختي فص ملح وداب واختفى واخد جنب، تيجي تعيطي لي وتقولي هو أنا الرجالة اللي بتهرب مني؟ حبيبتي حبيبتي، الراجل بطبيعته ما بيحبش الحاجة السهلة، يحب يجري وراكي مرة واتنين وتلاتة وتبقي صعبة عليه ويرمي السنارة لحد ما تغمز ويبذل مجهود ويستنى ويشوف عارف يجيب جون ولا لأ. وأحيانا كتير لو اصطادت سمكة بسهولة هيمسكها في ايده ويرميها تاني ويدور على غيرها. أحب أقولك وجهة نظر الرجالة إن المتعة في صيد السمك أحلى من أكله، بيتعامل بمنطق الكنز في الرحلة، وهو ده التحدي بالنسبة له إن يقدر يعلقك بيه في أسرع وقت. وحسبي الله ونعم الوكيل في الصنف اللي بيعمل كده. نرجع بقى لموضوعنا. ليه بقى حضرتك بعد ما كنتوا كويسين وسمنة على عسل في أول أسبوعين وعصفورين كناريا طفش واتغير؟ عشان حضرتك يا خيبتك كنتي سادة سهلة، وصل لقلبك وعقلك من أول قعدة. خلاص بقى هيبقى عنده حماس ومغامرة تاني في إيه؟ ده غير إن الرجالة دماغها سم أجارك الله، وهيفضل يفكر إنك زي ما كنتي سهلة معاها تبقي سهلة مع غيره، وهي دي طبيعتك، وإنك خفيفة وأي حد ياكل بعقلك حلاوة بكلمتين. والرجالة ما بتحبش كده وبتخاف جدا من الموضوع ده. الراجل من دول يحب لما يسيب الست وسط 100 راجل يرجع يلاقيهم 101، ومحدش يقدر يملى دماغها بسهولة ولا ياكل عقلها وتحبه غيره هو. عشان ما تبقيش خايبة والرجالة ما تهربش منك اتقلي يا بت، ده بيقولوا اتقلي على الرز. عايزاكي تقولي الكلمة بحساب والهمسة بحساب، حتى لو حبيتيه اوعي تبينيله، لففيه وراكي وحواليكي وتجننيه، ما يبقاش عارف انت بتحبيه ولا لا، ولا هتكملي معاه ولا هتسيبيه ولا هتعملي فيه ايه بالظبط. مش كل المكالمات تردي عليها، مش كل الخروجات تنزليها، مش اي قرارات ياخدها توافقي عليها. بينيله دايما ان هو الاخير في حياتك، عندك اولويات شغلك اهلك صحابك حياتك، وحسسيه كويس قوي ان ممكن يكون جزء منها بس استحالة يكون كلها. حاجة تانية، اوعي تبقي عصبية ومجنونة. الرجالة بتخاف من الست العصبية وبيهربوا منها، لان بالنسبة له طالما انت عصبية يبقى كده كده هتبقي نكدية يا سعدية، فليه كل يوم تصوتي في وشه؟ دي حاجة خطيرة جدا الرجالة بتخاف وبتهرب منها. اوعي تحسسي انك مسروعة على الجواز، لا، انت حتى لو مسروعة على الجواز لازم هو يحس انك تقيلة جدا، مش فارق معاكي اي حاجة خالص، وهو اللي لازم يجري ويتحايل مرة واتنين عشان انت توافقي على الخطوة دي. لكن لو حس انك شايفاه مشروع عريس بس وبتخططي لكده هيهرب. والغيرة الشديدة والشك يهربوا أي راجل من وشك. الراجل بطبعه كائن بيخاف من المسؤولية وبيهرب منها. هتقوم انت كمان مش شايله هم الشك والغيرة والنكد والعكننة؟ لا يا حبيبتي، خليكي فرفوشة وكله بالحنية بيفك. وانت قوليلي رأيك في الكومنتات، ايه بقى اللي يخلي الراجل يطفش من الست؟ وتابعيني انا بسنت نبروي عشان تشوفي خيبتي وخيبتك يا خيبتي.